برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. في حلقتنا النهارده هنتكلم فيها عن تكميم المعده. تكميم المعده بيعتبر من جراحات السمنه، وجراحات السمنه كتيره ومختلفه، من ضمنها تكميم المعده. لكن تكميم المعده بيبقى عليها شويه كلام كده، اقوال. هنتكلم اكتر عن تكميم المعده، ايه هي خطورتها، هل ليها اثار سلبيه، هل ليها فوائد فعلا، مين الحالات اللي ممكن فعلا يستفيدوا من تكميم المعده. والدكتور اللي هيكون مشرفنا النهارده في الاستوديو دكتور محمد مطر، استاذ جراحه التجميل بكليه طب جامعه عين شمس. طبعا مستنيين استفساراتكم وتساؤلاتكم على اي تليفون ارضي على 25756 في اخبارنا الطبيه او معلوماتنا الطبيه النهارده هنتكلم فيها عن البطيخ. البطيخ من اشهر الفاكهه اللي بتكون موجوده في فصل الصيف، وليه فوائد كتيره جدا. من اشهر الفوائد اللي معروف عن البطيخ ان هو بيحتوي على 92% من الميه، وبيحتوي على 7% من الكربوهيدرات، وبالتالي بيساعد على مواجهه الحراره وتعويض السوائل المفقوده. الفوائد مهمه دايما برضو للبطيخ ان هو بيحتوي على الالياف، وبالتالي الالياف بتساعد على صحه وسلامه الجهاز الهضمي، وبيساعدنا على تجنب الامساك. البطيخ السعرات الحراريه فيه بتكون قليله جدا، وبالتالي اي حد متبع اي حميه غذائيه او رجيم هيكون البطيخ هيساعده جدا على فقدان الوزن الزياده. من الفوائد كمان ان البطيخ بيحتوي على حمض الفوليك. حمض الفوليك للسيده الحامل مهم جدا، وخاصه في الشهور الاولى من الحمل، ان هو بيساعد للتشوهات الخلقيه عند الجنين. بيقوي كمان المناعه، لان البطيخ بيحتوي على نسبه كبيره من فيتامين سي ومضادات الاكسده، وبالتالي هيساعد الجسم على انه يقاوم اي التهابات او فيروسات او بكتيريا. من الحاجات المهمه للبشره والجلد، البطيخ بيساعد على ان هو بيساعد على نضاره البشره، لان هو بيحتوي على الفيتامين زي ما قلت، اللي هي زي اللايكوبين وفيتامين سي ومضادات الاكسده، ودي بتساعد على ان هي الاهتمام بنضاره البشره، تجنب التجاعيد، وخاصه في فتره الصيف تبقى ارتفاع درجه الحراره، الشمس بتاثر على البشره والجلد والشعر، وبيبقى ليها اثار سلبيه واضرار كبيره جدا. البطيخ من الحاجات اللي ممكن تفيد البشره والجلد، وبتساعد على تجنب الاثار السلبيه من اشعه الشمس. وبكده بتكون خلصت اخبارنا الطبيه او المعلومات الطبيه. هنروح فاصل ونرجع ليكم مره ثانيه، خليكم معنا. يوم الخميس في نهارك سعيد معنا أحمد سنبل، الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وقراءة في أهم عناوين ومنشطات الصحافة، ولقاء خاص جدا عن مؤتمر الشباب، والكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، ولقاء متميز مع سيادة السفير مدحت كمال حول كتابه صناعة وتصدير الإرهاب، ولقاء ممتع مع الدكتور أسامة عشم أستاذ الموارد البشرية والخبير العالمي في التدريب حول الإيجابية والتفاؤل، ولقاء مع أحمد زغلول رئيس القسم الاقتصادي بروز اليوسف حول مؤتمر الشباب. نهارك سعيد 9 صباحا مع رانيا السيد وفادي غالي على نايل لايف. الناس هناك زي ما يكونوا مطايقينش بعضيهم، ده زي ما يكونوا بيتلككوا لبعض على العداوة. ابوي يقوم كل يوم والتاني يسمعني اهانه ومعايره كده. ديل الكلب عمره ما ينعدل. بيت الحاج مصباح جود ابو جبل اللي له حرمته واحترامه وتجاليده. الجوازه دي لازم تتم. خليك انت في اللي انت فيه، وسيبنا انا حاجة على عيالي واحميهم من نفسهم. الله يخليك. نهايته ما تجوزش عليك الا الرحمه. من السبت للخميس 11 ليلا على نايل دراما.
رجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، وفي حلقة النهاردة بنتكلم فيها عن تكميم المعدة. تكميم المعدة بتعتبر من جراحات السمنة، والجراحات السمنة فيها طرق جديدة ومختلفة، لكن تكميم المعدة بيبقى عليها أقاويل كتيرة جدا عن خطورتها. هل ليها آثار سلبية؟ هل ليها فوائد ولا لأ؟ أو ليها تأثير لأي حد بيعمل عملية يعني بيشوف نتائج كويسة بعد العملية؟ ده هنعرفه أكتر من الدكتور مشرفنا النهاردة في الاستوديو، دكتور محمد مطر، أستاذ جراحة السمنة المفرطة بكلية طب جامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور، شرفتنا. دكتور، هو دايما عموما بيبقى فيه أقاويل كتيرة على أي جراحة عموما، بس يمكن تكميم المعدة من الحاجات اللي هي، أو جراحات السمنة دلوقتي من الحاجات اللي انتشرت بصورة كبيرة جدا، ولما الحاجات يعني أي جراحة بتنتشر بيبقى عليها أقاويل كتيرة جدا طبعا. فبالنسبة قبل ما نتكلم بالتفصيل أكتر عن تكميم المعدة، عايزين نتكلم أكتر عن الأقاويل اللي هي بتتكلم عن تكميم المعدة، على خطورتها وتأثيرها، هل ليها نتيجة ولا لأ؟ طيب، طبعا هو تكميم المعدة دي واحدة من العمليات اللي بتعمل في الناس بتوع السمنة المفرطة. السمنة المفرطة دي يعني واحد أوزان كبيرة ستارتنج من 90 100 150 لحد 250 كمان وأكتر من كده. تكميم المعدة عشان هي ابتدت تنتشر قوي في مصر دلوقتي، الناس بتحط الخبرة بتاعتها على الفيسبوك، تكتب الخبرة بتاعتها على الفورمز وعلى الويب سايتس، فالناس بتستقي المعلومات من الفورمز والويب سايتس والفيسبوك، ما بيبصوش على مواقع كويسه محترمه. طب والمعلومات المعلومات دي جايه من يعني ملهاش اي اساس؟ يعني لا، اي حد يكتب معلومات من مرضى، ما بتبقاش معلومات من دكاتره. فالناس ما بتستقيش المعلومات من دكاتره على قد ما بتستقيها من خبره زمايلهم. يعني واحده تقول انا عملت العمليه وجالي قيء بعد العمليه فتره كبيره، ده مش معناه ان تكميم المعده وحشه، ده معناه ان هي كحاله حصل معاها مشكله. واحده ثانيه تقول اصل في واحده صاحبتي جالها تسريب وماتت، هل ده معناه ان العمليه بتموت؟ لا. هل ده معناه ان كل اللي بيعمل العمليه بيجي له تسريب وبيموت؟ لا. هي الاشاعات والاقاويل بتنتشر كتير على الفيسبوك وعلى الويب سايت. احنا ده اللي عايزين نوضحه اكتر يا دكتور. وهل يعني الاثار السلبيه اللي بتحصل دي بتختلف من حاله لحاله؟ يعني طيب. ممكن حسب الحاله الصحيه لاي شخص ممكن يحصل له اثار سلبيه مختلفه عن اثار سلبيه لحد تاني. ده بيعتمد برضو اكتر على الدكتور نفسه عنده خبرة كافية ان هو يعمل عملية زي دي. في ناس بتلجأ لدكاترة تانيين ما عندهمش الخبرة الكافية، فبالتالي بيبقوا معرضين اكتر مخاطر كتيرة جدا واثار سلبية. طبعا احنا عشان ما نخوفش حد بس ما نخوفش الناس. طبعا ما هو ده يعني الاساس من برنامجنا التوعية. زيها زي اي عملية في الدنيا، ليها مميزات كتير وليها بعض المضاعفات. مش معنى ان هي ليها مضاعفات ان هي عمليه وحشه او عمليه خطيره. اي عمليه ليها مضاعفات. ايوه، اي عمليه طبعا. في الدنيا ليها مضاعفات. العمليه تكميم المعده عمليه امنه، وتحويل المسار سواء المصغر او الكلاسيكي دول عمليات تانية برضو للسمنه المفرطه والعلاج السمنه المفرطه برضو ليها مضاعفات، بس هي عمليات في الاول ولا في الاخر امنه لو خدنا اجراءات او وسائل الامان والاحتياطات المطلوبه. ايه وسائل الامان والاحتياطات المطلوبه؟ اولا هو اختيار الدكتور اللي هيشتغل لازم يكون عنده خبره مناسبه وملائمه، وما بقاش انا كمريض بنقي في السعر، بنقي حسب السعر. لا، بنقي حسب خبره الدكتور. بالظبط كده. انما لو بنقي على حسب السعر دي يعني ما احنا ممكن ناخد الرخيص، ما هو الرخيص ده يعني ثمنه مش فيه يعني. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، التحضيرات اللي قبل العملية اللي هي التحاليل والأشعاعات اللي المريض بيعملها قبل العملية. في مرضى بتستكتر التحاليل اللي بتعمل قبل العملية، بس هي في الأول ولا في الآخر معمولة عشان أمان المريض، لمصلحته هو طبعا الأمان. طب إيه التحاليل والأشعة المفروض إن هو يعملها قبل العملية؟ يعني هي تفاصيل فنية شوية، بس إحنا لازم ندور في حاجات ليها علاقة بصورة الدم وسيولة الدم والفيتامينات والأملاح اللي في جسمه عاملة إزاي، ونكشف على قلبه ونكشف على صدره ونشوف التنفس بتاعه أخباره إيه، ونعمل سونار على البطن علشان نشوف الكبد قد ايه، المراره فيها ايه، في اي مشاكل تانية تعيق العمليه ولا لا. ممكن نعمل في بعض العيانين منظار معده كمان، علشان ساعات بيبقى في عيانين مركبين بالونه معده مثلا قبل كده، او بيبقى عيانين عندهم ارتجاع وقيء، عندهم فتق في الحجاب الحاجز. دي كلها حاجات بترجع لتقييم الدكتور، هو اللي بيطلب التحاليل لما المريض يعني حسب الحاله الصحيه. يعني في اساسيات في دي حاجات لازم تتعمل، وفي حاجات ممكن تتعمل اكسترا او زياده حسب بقى الحاله الصحيه. يعني لو عنده امراض معينه يبقى في احتياطات اخرى وفحوصات اخرى لازم يعملها. بالظبط كده. دي الحاجه الثانيه. ما احنا قلنا الدكتور، قلنا التحاليل اللي قبل العمليه،
بعد كده طبعا الدكتور الشاطر الكويس المحترم اللي له سمعته مش بيستخدم ادوات او مش بيشتغل في اماكن ما تساعدش ان العمليه دي تبقى امنه. هو بيستخدم حاجات تساعد ان الموضوع ده يبقى سيف 100% للمريض. طبعا بعد العمليه علشان احنا نتجنب المضاعفات لازم نتبع التعليمات. في مرضى ما بتتبعش التعليمات، هي بتعمل العمليه وبعدين بيشرب اللي هو عايزه وبياكل اللي هو عايزه وبعدين يجي يقول مثلا معدتي كبرت تاني او حصل لي مشكله او برجع، ما هو عشان ما بنتبعش التعليمات. فهي دي الحاجات المطلوبه. يعني حضرتك قلت المكان بعد خبره الدكتور والفحوصات طبعا والتحاليل، بعد كده المكان المفروض المكان مش المريض اللي بيختاره عاده، لا الدكتور اللي بيختاره. الدكتور يطمن ان المكان اللي هيعمل فيه العمليه الدكتور شاطر يبقى او محترم يبقى او عنده خبره، يبقى كده كده المكان ده احنا يعني مش محتاجين. واخر حاجه بيعتمد على المريض يا دكتور طبعا التعليمات اللي هو المفروض يتبعها. ايه هي؟ الناس بتتبع فكره ان هي لما بتعمل عمليه هي كده خست. لا هو ده مش الحقيقه. هو تكميم المعده عباره عن ايه؟ احنا بنصغر حجمها. هي المعده كانت كبيره فاحنا بنصغر حجمها. ليه؟ بنصغر حجمها بنسبه معينه حسب حاله المريض. تقريبا 80%. تقريبا 80% من حجم المعده بيصغر، يعني بنشيل منها 80% بنطلعه بره الجسم خالص. فده بيساعد العيان ان هو ما ياكلش كميات كبيره. بس في نفس الوقت احنا مش بنتكلم بس على الكم، احنا بنتكلم ان احنا عايزينه ياكل عدد مرات اكتر. ليه؟ علشان هو لو فكرنا هو هياكل بما ان المعده صغرت تقريبا، اللي فاضل في المعده هي 20%، فالطبيعي ان هو هياكل كميات صغيره جدا. بالظبط. بس بما انه قبل كده كان بياكل كميات كبيره فلازم ياخدها على فترات. كميات الاكل البسيطه دي تبقى على فترات. هو في الحقيقه انه جزء كبير من الناس اللي بتعمل العمليه ما بيبقوش بياكلوا وجبات كتير، هو بياكل كميات كبيرة. يعني ممكن ياكل مرتين في اليوم او مره في اليوم، بس كل واحده فيهم طقه يعني طبقين ثلاثه. فهو بعد العمليه مش هيعرف يعمل كده. بس احنا بعد العمليه بنطلب منه انه يزود عدد مرات الاكل. ليه؟ علشان كل ما هو بياكل كل ما الجسم بيطلع هرمونات ويطلع حاجات تهضم وانزيمات تهضم، فبيساعد ان الحرق بتاع السعرات يزيد. فالمريض اللي بعد العمليه ما بياكلش عدد مرات كفايه حرقه مش بيزيد فمش بيخس. فهو في تعليمات كتير لازم تتعمل بعد العمليه، الناس لازم تتبعها علشان نكمل على النتيجه وان احنا نوصل للنتيجه اللي احنا عايزينها. بس خلينا نكمل ايه هي التعليمات المهمه يا دكتور. المفروض ان هو عدد حضرتك قلت ان هو عدد المرات بتاعه الاكل تزيد من 5 ل 8 مرات في اليوم. وهل اكل معين يعني اول ما المريض يطلع من العمليه احنا سمعنا ان هو المفروض يشرب سوائل كتيره جدا قبل ما يبدا بالاكل. ما هي دي من ضمن الاشاعات اللي احنا بنقولها برضه موجوده على الويب سايتس، اللي هي ان العيانين في عيانين بيفتكروا ان هو بيفضل على السوائل دي لمده شهر. فما فيش واحد هتقولي له انت كنت بتاكل طقتين 3 في اليوم قد كده فانت هتمشي على سوائل لمده شهر وهو يبقى مقتنع. فهو حقيقه بيمشي على سوائل فتره بعد العمليه من اسبوع ل 10 ايام بس مش شهر. ليه بنعمل دي اهميتها ايه؟ يعني ايه اهميه السوائل ان هو يستمر الفتره دي؟ عشان المعده ما بتبقاش لسه متعوده. المعده ما بتبقاش لسه واخده على ان هي تهضم براحتها لسه. يعني احنا كنا 100% وبناكل مع بعض وبنهضم مع بعض جوه المعده يعني. فلما اشيل منها 80% في 20% فاضلين، دول لازم بقى ابتدي اعودهم حبه حبه ان هم ياخدوا الاكل ويهضموه ويستوعبوه وكده. فده حبه حبه بنمشي في الاول سوائل، وبعد السوائل بيبتدوا حاجه اسمها غذاء سهل، يعني حاجات زي الزبادي زي الجلي زي مهلبيه زي شوربه شعريه شوربه لسان عصفور حاجات كده. وبعد كده يبتدوا وبتستمر قد ايه برضو الاكل السهل ده اللي هو بيكون زي قريب من السوائل يعني؟ بالظبط. بيبقى مدته قد ايه؟ دكتور لدكتور يعني. في ناس هي مدارس، الناس تشتغل اسبوع اسبوع اسبوع، في ناس 10 ايام 10 ايام 10 ايام، بس في الاخر احنا بنتكلم في انه اراوند شهر والعيان هيرجع ياكل اكل اللي احنا بناكله بس بطرق مختلفه. يعني بدل ما كان زمان بياكل طبق رز هيبقى بياكل معلقتين رز، بدل ما كان بياكل طبق محشي هيبقى بياكل 1 أو 2 محشي، وهكذا هياكل نفس الاكل اللي احنا بناكله بس كميات اقل. وده بيساعد كتير قوي ان هو يخس. بس الكميات الاقل دي يا دكتور يعني هو جسمه ضخم وعنده زياده مفرطه وجسمه تعود على الكميه الكبيره دي طبعا للاكل، لما فجاه حتى بعد شهر ان هو يبدا ان هو ياكل الكميه البسيطه دي، ملهاش اي يعني الجسم كده او اعضاء الجسم مش بيجي لها شوك او صدمه ان هي على ما تبتدي تتعود على الكميات البسيطه دي؟ طبعا هو ده سؤال حلو. هو اللي بيحصل ايه؟
هو احنا عشان نخس، اي حد عايز يخس في الدنيا يعني لو حضرتك رحتي بيقلل بس بالتدريج دكتور الجيم عايزه تعملي ايه؟ هو بيقلل لك سعرات او بيحاول يزود لك حرق. فيا اما بيديكي دواء يزود حرق، يا اما بيقلل لك السعرات اللي انت بتاخديها، صح؟ العمليه بتعمل نفس الكلام. احنا عايزين بعد العمليه احنا قللنا كميه الاكل اللي هياكلها عشان نقلل السعرات اللي داخله. فيبقى ده اول هدف. تاني هدف ان احنا بنزود عدد مرات الاكل عشان نزود الحرق. بتوصل ل8 مرات تقريبا، من 5 ولا ل 8 مرات على حسب ما العيان يقدر. وبتفرق يا دكتور في عاده يعني الوقت ما بين كل وجبه ووجبه، ولا ما بتفرقش؟ عاده ما بنبقاش عايزين الوقت يقل عن 3 ساعات. يقل عن 3 ساعات يعني هو احنا واهميه ان هو الوقت ما بين وجبه ووجبه ما يقلش عن 3 ساعات او ما يزيدش عن 3 ساعات، عشان بنخلي المعده نسمح لها بالوقت ان هي تقدر تهضم اللي دخل لها. لانه لو هو فضل ياكل طول النهار، اولا ده هيزود سعرات، ثانيا هيساعد في ان المعده دي ترجع تكبر تاني. لان المعده كده كده هي ربنا ما خلاهاش كده، يعني ربنا ما خلاهاش كبيره، ما خلاهاش كبيره، هي كبرت نتيجه الاكل. بالظبط. فاحنا لو رجعنا لنفس النظام اللي احنا كنا بنعمله قبل كده، ان احنا بناكل كميات كتيره ترجع تكبر. فانا عملت عمليه وصغرتها، فانا مش عايز اكبر، مش عايز اكبر تاني. بس في للاسف في ناس يعني حتى بعد العمليات عمليات معدتهم بترجع تكبر مره ثانيه. في نسبه من العيانين بيحصل لهم الكلام ده فعلا. وده بيبقى بجزء كبير او بدرجه كبيره نتيجه لعدم التزام العيان، عدم التزامهم بالاكل وده فده هو اللي لازم يحافظ فيه. من ضمن الحاجات كمان اللي تساعد على الحرق الرياضه. الناس برضو بتفهم ان الرياضه دي ان انا عايزه ينزل يلعب ماتش كوره. احنا مش عايزين يلعب ماتشات، احنا ممكن سباحه، ممكن حبه ايروبكس كده وزومبا في الجيم، ممكن المشي ده من اكتر الحاجات اللي بتخسس. مش محتاجين رياضات عنيفه يعني عشان يخس. ويلتزم بقى بشرب الميه، ويلتزم بالنوم كويس. أهمية شرب الماء هي المهم، يعني المية مهمة عموما طبعا للجسم، بس أهميتها في عملية تكميم المعدة. هل بتساعد على إن هو يخس أسرع؟ هقول لحضرتك على حاجة. هو كده كده العيانين اللي بتعمل تكميم بالذات أكتر كمان من تحويل المسار، بعد العملية على طول ما بيعرفوش يشربوا مية زي الأول. ليه؟ علشان بتبقى المعدة لسه ملتهبة ومتهيجة، فما بتقبلش المية قوي. طب ما هو بيشرب سوائل. معظم العيانين ما هو بيشرب السوائل عشان بيبقى فيها فليفر، فيها طعم. انما المية بالذات بيبقى فيها مشكلة. وبعض العيانين بيشربوا ميه ساقعه قوي، او متعودين يشربوا ميه ساقعه. هي دي الميه اللي بيعرفوا يبلعوها. انما الميه العاديه درجه حراره الغرفه ما بتبقاش، ما بيعرفوش يا اما ساقعه يا اما سخنه. بيشربوها بعدين، يعني بعد شهر او شهر ونص من العمليه مثلا يبتدوا يشربوها. بس بعد العمليه على طول نسبه كبيره قوي من العيانين ما بتعرفش تشرب الميه العاديه دي. فاحنا بنطلب منهم يشربوا سوائل. احنا عايزين سوائل في اليوم على الاقل 2 لتر، يعني 8 كوبايات ميه او 8 كوبايات سوائل. ده اللي مطلوب منه. لما بيشرب اقل من كده بيبتدي يحس ان هو جلده ناشف وهمدان وتعبان ومش قادر يعمل مجهود كويس، لان هو خلي بالك ان احنا الجسم قلل لنا سعراته اللي هو متعود عليها. طب بالظبط، فالجسم لسه يعني مش متعود ان هو يبقى وقلل الميه كمان، مفيش سعرات تديه طاقه، فبالتالي هيحس بالهمدان. بالظبط. فهو لازم اديله ميه عشان يبقى دايما فريش، دايما حاسس ان هو قادر يكمل يعني. وحاجه من الحاجات المهمه كمان، بس عايزه ارجع لحاجه حضرتك قلت بعد العمليه المعده بتبقى ملتهبه نتيجه العمليه. مش هنقدر نقول ملتهبه، هنقول ان هي في شق، زي ما ده جرح يعني زي اي جرح، في شق من العمليه. ان هي كانت يعني صحابي كانوا جنبي من شويه واتاخدوا 80% اتاخد منها، يعني حاجه كبيره جدا. فالمعده فجاه بتلاقي نفسها كده بقت 20% تقريبا. فبيبقى في some sort of shock، يعني زي ما تكون المعده اتخضت ان هي تاخد منها الجزء ده، فبتبقى لسه مش متعوده بقى على النظام. وده ما يأثرش على باقي الأعضاء يا دكتور يعني، ولا ده بيعتمد برضو على الحالة الصحية؟ يعني الشوك اللي هي أو الصدمة النسبة الكبيرة اللي اتاخدت من المعدة دي، احنا كلمة شوك دي بنقولها مجازا، هي ما بيحصلش شوك حقيقي. لا أنا بس بنقولها مجازا بس عشان نفهم الناس بالظبط. انما هي كتأثير على باقي الأعضاء، التكميم المعدة بيبقى تأثيره على باقي الأعضاء قليل. ليه؟ لأن احنا ما غيرناش الشكل الطبيعي بتاع الجسم. في معده في معده، في مصارين في مصارين، ماشيه في الاتجاه الطبيعي، بس قللنا الكميه، بس احنا قللنا بس حجم المعده مش اكتر. انما لو اتكلمنا على تحويل مسار مصغر او تحويل مسار كلاسيكي ده مختلف، لان احنا في جزء كبير من الجهاز الهضمي بنوقف شغله. طيب خلينا يعني نتكلم عن كل نوع بالتفصيل اكتر. بالنسبه لتكميم المعده يا دكتور بيستخدم فيها الدبابيس؟
طبعا. الدبابيس دي بتفضل يعني بتفضل في الجسم، بيتخلص منها الجسم بعد فتره؟ ده سؤال حلو، لان هو الناس بتبقى مستغربه ان احنا هنسيب الدبابيس جوه. هي الدبابيس دي مش زي الخياطه، يعني خط الجلد حاجه والدبابيس اللي بندبس بيها المعده حاجه تانية خالص. هي الدباسه بتبقى عباره عن صفين دبابيس وبينهم مقص، واحنا بندوس الدباسه عشان تدبس، المقص بيقص، يعني الدبابيس تنزل تقفل والمقص يقص من النص على طول مره واحده. فهي الدبابيس دي معموله من ماده اسمها تيتانيوم، دي ماده انرت، يعني ماده بتقعد جوه الجسم وما بيحصلش منها مشاكل خالص، والجسم بيتقبلها وما فيهاش اي تفاعل. زي عارفه حضرتك مش البني ادمين بيركبوا مفاصل صناعي، مش بيركبوا صمام صناعي جوه الجسم. فكل دي حاجات معموله من تيتانيوم برضه بتقعد جوه الجسم وما بتعملش اي مشاكل. حتى من ضمن الاسئله برضه اللي الناس بتسالها، هل ممكن يعمل رنين مغناطيسي ولا لا بعد العمليه؟ التيتانيوم ما بيتاثرش بالرنين. الرنين ده حضرتك لو مركب صمام او مركب مفصل صناعي ممكن يبقى حديد او ستانلس، الستانلس ده يتشد او يتجذب في الجهاز بتاع الرنين، فما بندخلوش اصلا يعمل رنين. انما الناس اللي عامله تكميم معده او تحويل مسار مفيش مشاكل خالص، لان الدبابيس ما بتتاثرش بالرنين خالص. والدبابيس دي يا دكتور بتفضل بيعيش بيها بقى على طول؟ بيعيش بيها على طول، تفضل موجوده فيها على طول، والجسم بقى خلاص المعده بتلم عليها وتقفل وما بتبقاش باينه بعد كده. يعني الجسم بيلم زي بيحصل لها الياف حواليها. ايوه بالظبط زي وبتختفي خالص بعد كده، بتختفي يعني مش بتبان خالص، ما بتبقاش باينه. يعني احنا حتى لو دخلنا نشوف ما نحسهاش غير بايدينا بس، انما نشوفها بالعين ما بتبانش. طب لو الحاله حصل لها تسرب ده بيرجع لايه؟ يعني ايه السبب؟ بسبب برضه الدبابيس ان هي في مسافه ما بين، يعني مش هقعد افتي انا بحضرتك قولي. طيب. التسرب بيبقى يحصل بسبب ايه؟ طب خليني اقول لك نرجع خطوه قبل قصه التسرب دي. هو العيان لما بيجي يعمل عمليه بيسال عن مشاكل العمليه، يعني هو اكتر حاجه بتخوفه ايه مشكله العمليه. طبعا. فمشكله العمليه او مضاعفات العمليه، العمليات بتاعه تكميم المعده وتحويل المسار بصفه عامه وعمليات جراحه السمنه بصفه عامه، هم حاجتين اكتر حاجه بيحصل او اكتر حاجه الناس بتخاف منهم، مش اكتر حاجه بتحصل. اكتر حاجه الناس بتخاف منها التسريب، ان احنا في زي خرطوم او ماسوره احنا قطعنا منه حته ولحمناها، فاللحام ده ممكن يفك. فلو فك او ما كانش ملحوم مظبوط يحصل تسريب، او ان يحصل مكان القطع ده نزيف، لان ده نسيج جسم بقى في دم، ما هوش يعني ماسوره في المطبخ او كده. فالتسريب والنزيف دول يحصلوا بنسبه قليله جدا جدا، توصل من 1 ل 2%. يعني كل 100 بسيطة واحد جدا. واحد او 2 هيحصل فيهم تسريب. طب لو حصل اكتشفه ازاي؟ ممكن طريقه جوه العمليه وممكن طريقه بعد ما يفوق العيان من العمليات. الطريقه اللي جوه العمليه ان احنا بنحقن ماده ملونه، يعني قبل ما يطلع من العمليه خالص واحنا جوه العمليه بنحقن ماده ملونه في كل المرضى عشان نتاكد ان مفيش تسريب. لو شفنا لون من الماده دي طلع جوه البطن، ده معناه ان في تسريب، نروح ساعتها قافلين التسريب ده او لاحمينه يعني. طب بعد العمليه ايه اللي بيحصل؟ والنزيف هيبان على طول، مش لازم النزيف بيبقى باين جوه العمليات، بس ممكن طبعا يحصل بعد العمليه. فاحنا عشان لو حصل ان النزيف او التسرب ده حصل بعد العمليه بنعمل ايه؟ يعني ممكن حتى لو جربته بالماده الزرقاء دي اثناء العمليه او بقى في لحظه. لا انا قصدي يا دكتور ممكن حتى لو الدكتور اتاكد ان مفيش نزيف بالماده الزرقاء دي والمريض خرج من العمليه، وممكن يحصل احتمال ممكن يحصل تسريب تاني. التسريب غير النزيف. انا فاهمه. النزيف ده هنشوفه جوه العمليات او بعد العمليه. انا عارفه حضرتك. التسريب ممكن نحقن الماده في العمليه وما يبانش تسريب، وبعدين بعد العمليه الجسم المفروض انا لما قفلت الدبابيس الانسجه تلم. لما الانسجه مش هتلم هيحصل ايه؟ هيحصل تسريب. طب الانسجه مش هتلم ليه؟ يا اما الدبابيس دي مش محطوطه بطريقه صح، بطريقه مظبوطه، يا يعني اما جسمه اصلا ما فيهوش المواد اللي تخليها تلحق يلم بسرعه. عنده مشكله فما تخليش جسمه يلحق. يعني حتى طريقه وضع الدبابيس ليها طريقه معينه. طبعا. فبعد العمليه احنا عشان نطمن على الكلام ده، لو احنا بالفحص الاكلينيكي بتاع المريض كده ونشوف شكله ايه وطبيعته ايه وبطنه عامله ازاي والوجع والنبض اخباره ايه، لو حسينا ان في احتماليه للتسريب بنعمل له اشعه بالصبغه. في يعني ليها اي اعراض يا دكتور لو حتى في تسريب او نزيف؟ بيبقى ليه المريض اعراضها بتبقى ايه؟ ما هي دي اصل دي اعراض للدكتور، يعني هو الدكتور هو اللي بيقدر يفحصها. النبض بيبقى سريع، يعني بطنه بيبقى فيها وجع. المريض مش بيحس بالام او انا بقول لك بطنه بيبقى فيها وجع بس الوجع ده موجود بعد اي عمليه. انما صح. هيبقى الوجع زياده شويه
هيبقى نبضه سريع شويه، نفسه سريع شويه، ده ممكن يحصل. بس انا برضو ما بحبش اقول الكلام ده، عشان المرضى لما تسمع الكلام ده هيقعد يدور في نفسه بعد العمليه على عنده نبض سريع ولا لا، عنده نفس سريع ولا لا. فدي هترجع في الاول والاخر لتقييم الدكتور يعني. طبعا. لو شكينا في الكلام ده بعد العمليه بنعمل له اشعه بالصبغه عشان نطمن اذا كان في تسريب ولا لا. انما مش كل المرضى لازم واشعه، ولو عنده نزيف يا دكتور برضو بتلجأوا لنفس الاشعه؟ لا، ما بتبقاش اشعه بالصبغه. احنا عاده بنبقى مركبين زي خرطوم كده جوه البطن طالع على بره. فلو حصل نزيف ولا حاجه بينزل في الخرطوم ده، لو حصل تسريب بينزل في الخرطوم ده. احنا بنركبه وتاني يوم بعد العمليه نشيله. في دكاتره ما بتركبوش خالص، وفي دكاتره بتحب تركبه وتسيبه. هو ده اهميته يا دكتور، اللي هو درينج كده. ده اهميته. هي اسمها درين اصلا. درين. هي درين. ده اهميته ان هو لو في اي نزيف او اي زياده بتنزل، لكن لو في نزيف بتبقى الكميه اللي نازله دي اكتر، فبالتالي من خلالها نقدر نعرف ان هو من خلال الدرين ده. هو الخرطوم ده لو نزل فيه لو نزل فيه دم لون احمر يبقى كده في نزيف. اوكي. لو نزل فيه اكل حاجه تانية او يعني اللي هو اللعاب بتاع المريض اللي نزل في معدته يبقى في تسريب. لو يعني بيبان في الحالتين. في الدرين ده لو في نزيف او تسريب. بالظبط كده. وطبعا برضو عشان نطمن الناس تاني، لو حصل دي او دي ليها حلول كتير. والعيان بيتلحق، ممكن ندخل تاني نلحم الحته اللي فيها تسريب، ممكن نركب دعامه بالمنظار، ممكن نعمل حاجات كتير قوي. الدعامه بالمنظار دي بتبقى لو حصل ايه، لو ايه المشكله اللي حصلت لو حصل تسريب. يعني الماسوره في جواها حته مش لحمه كويس، فاحنا بنعمل ايه؟ بنجيب ماسوره اصغر منها وندخلها جواها. فتعمل ايه؟ جدار جوه، فما فيش حاجه تنزل على مكان التسريب فيقفل. وبعد شهرين نشيلها فترجع. بتتشال بعد شهرين. يعني مش بالظبط. ما بتصابش على طول، لازم تتشال بس ان هي بتتشال شهرين عشان تلحم المنطقه عشان دي. تلحم وخلاص ونشيلها وخلاص. من الحاجات برضو اللي بسمعها ان هي هل ممكن فعلا ان الشخص لو عمل تكميم المعده ما يخسش؟ طبعا. ما هو ليه؟ ما يخسش دي ليها كذا سبب. السبب الاولاني والاشهر ان هو لا يتبع النظام اللي اتقال له عليه بعد العمليه، اللي هو الحاجات اللي احنا كنا لسه بنقولها من شويه. لو ما اتبعش الكلام ده مش هيخس. لو انا عندي عيان عمل تكميم مثلا، التكميم ده بيقلل سعرات، فالعيان ده قلت له اشرب عصير من غير سكر، طول النهار يشرب عصير بسكر، كانه ما عملش حاجه. مش هيخس. فدي حاجه. الحاجه الثانيه انه يكون الجراحه نفسها ما تقصش الجزء من المعده كفايه اللي يخلي المريض يخس. ده شيء وارد. يعني حتى النسبه اللي بتتقص من المعده بتبقى بتتحدد على حسب حاله المريض او حسب الزياده اللي عنده. على حسب يعني مش كل الناس اللي بتبقى بتتشال منها 80%. طبعا في ناس ممكن نشيل اقل شويه علشان يبقى هو مش محتاج يخس قوي، في ناس ممكن نشيل اكتر شويه عشان هو محتاج يخس كتير على حسب وزنه وهكذا. يعني احنا بنقول حوالي 80%، انما احنا ما معناش مزوره جوه عشان نقيس 80% او 20% وكده، هي حوالي هذا الرقم يعني. السبب الثالث ان هو ممكن بعد العمليه يبقى بياكل ويشرب في نفس الوقت مع الاكل عشان يبلع. لان هو متعود على كده طول عمره. فيحصل ايه؟ المعده ما تقدرش تاخد الاثنين سوا، هي تاخد اكل وتاخد شرب، فياكل ويشرب فمعدته توسع تاني، فهو هيخس شويه في الاول وبعدين يرجع ايه؟ يتخن تاني، لانه معدته رجعت وسعت تاني زي ما كان. طب في حاله الاكل والشرب، لو حد فعلا متعود على كده، يفضل ان هو يشرب قبل الاكل بفتره معينه او يشرب اي سوائل بعد الاكل برضو بفتره معينه؟ النصيحه الحلوه في الموضوع ده ان هو يفصل ما بين الاكل والشرب نص ساعه. نص ساعه. يعني لو هيشرب ما ياكلش قبل نص ساعه، ولو كل ما يشربش قبل نص ساعه. هو لازم يبقى في فرق ما بينهم وما بين بعض نص ساعه ايا كان السائل اللي هو يشربه يعني. استئصال الجزء ده بغض النظر يا دكتور نسبته بتبقى ايه؟ ده ما يأثرش على المدى الطويل على الجسم عموما؟ ده سؤال من اهم الاسئله اللي الناس بتسالها، عشان ده بيساعد جدا في اختيار ما بين نعمل تكميم ولا نعمل تحويل مسار مصاب. لو هنعمل تكميم الامتصاص ما بيتأثرش خالص،
الامتصاص، معنى امتصاص بتاع الاكل يعني. بس معنى امتصاص انا بس عايزه اوضح يا دكتور، معنى امتصاص ان هو الجسم بيستفيد بالفيتامينز والمعادن الموجوده في هنقول بنسبه 90%، لان في حاجات صغيره بالزبط. جدا بسيطه بتقل امتصاصها شويه لفتره وبعدين ترجع تتحسن تاني. ليه؟ ده طبيعه العمليه يعني؟ علشان في حاجات بتمتص في المعده نفسها. فالجزء بتاع المعده احنا شلناه، ففي حاجات كانت بتمتص في المعده وبتبطل تمتص. فهو المريض بيمشي على فيتامينات بعد العمليه لفتره قصيره، يمكن حوالي 6 شهور. عشان يعوض اي فيتامينات الجسم مش بيمتصها. بالظبط. انما تحويل مسار مصغر ده قصه ثانيه بقى، لان احنا كده كده جزء المصارين احنا بنخلي ما يفوتش عليه اصلا الاكل. فالمكان اللي كان بيمتص الاكل ما بقاش بيروح له اكل، فما بقاش بيشتغل، فالاكل لا يمتص. طب ومين يعني المريض عشان يقدر يعرف ايه الافضل بالنسبه له، هل تحويل المسار ولا تكميم المعده؟ وحضرتك بتقول تحويل المسار في نوعين، تحويل مسار مصغر وفي كلاسيكي، بس الكلاسيكي ده مش بنعمله في كل الحالات يعني. هو دلوقتي معظم الحالات اللي بتعمل تحويل مسار بيبقى حاجه اسمها تحويل مسار مصغر، يعني وصله واحده. ازاي نختار؟ على حسب المريض بيشتكي من ايه وعلى حسب طبيعه المريض. يعني اول سؤال بنساله للعيان، حضرتك عندك اي مشاكل صحيه مع السمنه ولا لا؟ من الاخر كده احنا بنسال على السكر، عندك سكر ولا عندكش سكر؟ لو عنده سكر بنفضل قوي ان احنا نعمل له تحويل المسار عن التكميم. ليه يا دكتور؟ عشان تحويل المسار بيودي السكر، بيضيع السكر في حوالي. بس ده بس في حاله يا دكتور لو السكر ده كان نتيجه السمنه، يعني هي السمنه ليها اضرار كتيره جدا على كل عضو في الجسم، ممكن المريض يصاب بالسكر نتيجه السمنه. في الحاله دي السكر لما بيجي بسبب السمنه، تحويل المسار هتساعد فعلا على التخلص من السمنه. طيب. من السكر. انا هقول لحضرتك النقطه دي نوضحها. احنا عندنا مثلث. ولا هو المريض اصلا عنده سكر من قبل ما يحصل له زياده وزن وبالتالي زاد وزنه بعد كده؟ ما انا هقول لحضرتك احنا عندنا في الطب مثلث، المثلث ده عباره عن ايه؟ سمنه، سكر، وضغط. الثلاثه دول كل واحد فيهم يجيب التاني. فهو ممكن يكون اصلا سمين وجاله سكر، وممكن يكون جاله سكر فتخن. فهم الثلاثه بيلعبوا مع بعض. فاحنا بنعمل ايه؟ المريض اللي عنده سمنه ومعاه سكر او ضغط احنا بنفضل نعمل له تحويل مسار مصغر. ليه؟ لو عنده سمنه وسكر وضغط؟ لو عنده سمنه وسكر بالذات. والسكر مش اي نوع سكر، لان السكر ده نوعين. في سكر بيجي من الصغر، ده اللي هو النوع الاول، وفي سكر بيجي على الكبر وده النوع الثاني. السكر اللي بيجي على الكبر ده هو ده اللي بيخف مع تحويل مسار مصغر. بنسبه قد ايه؟ بنسبه حوالي 80%. يعني المريض بنسبه 80% هيطلع من العمليه ما عندوش سكر. يعني كل 100 عيان يعملوا العمليه في 80 واحد هيختفي من عندهم السكر خالص ويبطلوا ياخدوا علاجات سكر خالص، يبقى اكنه ما عندوش سكر. فبالتالي لو هو عنده سكر بنعمل له العمليه دي عشان تودي السكر. طب هل التكميم بتودي السكر؟ بس بنسبه اقل، بنسبه حوالي 60 او 63%. طب ازاي التكميم؟ بس التحويل المسار هي اللي بتبقى اكتر مناسبه لو حد عنده السكر. طب ايه تاني يخلينا نختار تحويل المسار والتكميم؟ العيان ده بياكل سكريات ولا بياكل كتير؟ يعني السعرات اللي بتخش له في شكل سكريات ولا بتخش له في شكل اكل؟ لو بياكل كتير يبقى بياكل كميات كبيره، يبقى محتاجين نصغر الحجم وخلاص. انما لو بياكل سكريات يبقى احنا محتاجين نقلل الامتصاص مش نصغر الحجم. فبالتالي لو هو بياكل كتير هنعمل تكميم، لو بياكل سكريات يبقى هنعمل تحويل مسار. الحاجة الثالثة المهمة كمان، هل عنده مشاكل في المعدة، ارتجاع وعنده ضعف في الصمام اللي فوق ده ولا لا؟ لأنه لو عنده ارتجاع وعنده ضعف في الصمام ده، لو عملنا تكميم بيحصل له ارتجاع جامد قوي بعد العملية وبيتعب جامد. فبنفضل ساعتها نعمل تحويل مسار مش تكميم. تحويل مسار بيفضل بالنسبه له. طب بالنسبه للفيتامينز يا دكتور حضرتك، ده بالنسبه لتكميم معده برضو بينطبق نفس الموضوع بالنسبه لتحويل مسار بيستمر على الفيتامينز اكبر لان احنا قللنا الامتصاص. فالجسم لا بيمتص املاح ولا بيمتص فيتامينات بالدرجه اللي كان بيمتصها قبل كده، فاحنا لازم نديله كميات اعلى من بره عشان يرجع يمتص تاني. يعني بيفضل على الفيتامينز لان الجسم مش بيستفيد من الاكل اللي هو. تحويل المسار بيفضل على الفيتامينز 2 3 4 وفي احتمال انه يفضل عليه على طول مدى الحياه.
انما في ناس بتاخد 2 3 وتبطل على حسب ايه؟ على حسب التحاليل اللي عملناها قبل العمليه، وبنعملها كل 3 شهور او كل 6 شهور بعد العمليه، لان المريض مهم جدا يعرف انه لازم يتابع مع الدكتور بتاعه كل 3 شهور تحاليل عشان الفيتامينز اللي في ناقصه. الحالتين سواء تكميم المعده او تحويل المسار. في الحالتين عشان الفيتامينز اللي ناقصه يعوضها. وخليني اقول لحضرتك ايه الفيتامينز اللي احنا بنتابعها عشان الناس يبقى عندها وعي برضه. طبعا. اول حاجه فيتامين ب 12، وبقيه الفيتامينات بتاعت ب اللي هي ب 1 وب 6 بتتاثر، بس ب 12 اكتر حاجه بتتاثر، وبتاثر اكتر في التكميم. بس ليه بالتحديد يا دكتور بي 12 هي من الفيتامينز الاكتر بتتاثر في التكميم؟ علشان في المعده عنصر بيطلع من المعده، الحته اللي احنا بنشيلها. فبيتشال مع الحته فلما بنشيلها الجزء اللي بيتشال العنصر يطلع، فبيقل الامتصاص بتاع الفيتامين ده رقم 1. رقم 2 فيتامين ألف وفيتامين سي اللي هو فيتامين ج، دي ما بيتأثرش كتير بس في بعض العيانين، انما المهم هو فيتامين ب 12. المهم اكتر منه بقى فيتامين د. فيتامين د ده اصلا بيبقى ناقص في العيانين من قبل العمليه. ده حقيقه، فحتى يعني سواء الشخص عنده زياده وزن، حتى لو حد ما عندوش زياده وزن بيبقى عندهم فيتامين. فهي العيانين بتيجي تشتكي بوجع في كوعي، وجع في ركبي، حتى في السن، يعني بسن صغير، يعني ملهاش علاقه عشان احنا سن كبير او صغير. التعرض للشمس مش كفايه، مظبوط. اللبن ما بناخدوش كويس، يعني الحاجات اللي فيها فيتامين د دي ما بناخدهاش كتير. فاحنا بنقيس الفيتامين د قبل العمليه ونرجع نقيسه بعد العمليه ونعوضه. اهميتهم ايه يا دكتور ان احنا نعوض الفيتامينز دي؟ حضرتك قلت الفيتامين بي 12 وفيتامين د، اهميتها ايه عموما؟ فيتامين د عشان العظم، يعني هو لو مش موجود عظم بايظ. فيتامين بي 12 بيدخل في حاجات كتير، من اهمها الاعصاب بتاعت العيان عامله ازاي يعني. بقيه الحاجات كمان اللي احنا بنتابع الكالسيوم، نسبه الكالسيوم، عشان فيتامين د لما بيتاثر الكالسيوم بيتاثر، ونسبه الكالسيوم هو الكالسيوم بيمتص اكتر حاجه في المصارين اللي فوق، فاحنا بنعديها، بنعمل لها باي باس، فلازم ندي كالسيوم عشان يمتص في المصارين اللي تحت شويه زياده. بنتابع الحديد مهم قوي، عشان كده العيانين ممكن يجي لهم بعد العمليه انيميا، فاحنا بنعوضه في الحالتين يا دكتور. في الحالتين سواء يعني تكميم او تحويل مسار. بس بتحصل اكتر في تحويل المسار. انما اللي بيحصل اكتر في التكميم هو فيتامين ب 12 اللي هو ده اللي بيتاثر اكتر، عشان الجزء الكبير اللي بيتشال من المعده. عشان الجزء اللي بيتشال هو ده اللي بيأثر اكتر على ب 12. الدراسات بتقول كلها انه في الحالتين سواء تكميم او تحويل مسار بيحصل فيهم بعض النقص في بعض العناصر، وده كله بيتعوض بالايه؟ بالفيتامينات. خلينا نقيس بقى طبعا نقيس الفايده بتاعه ان احنا بنعوض بالفيتامينات قصاد الفايده اللي العيان هياخدها. لان انا العيان هيقول لي ايه؟ يا انا هعمل عمليه عشان اخد دواء بعد العمليه؟ ما هو حضرتك هتعمل عمليه عشان السكر يروح، عشان الضغط بتاعك يتحسن، طبعا، عشان ركبك تبقى كويسه، نتجنب اي اثار سلبيه على اي اعضاء اللي بيتقطع بالليل وانت نايم يبقى كويس، عشان يبقى شكلك حلو، عشان نفسيتك تتحسن، عشان تجيب هدوم تعرف تجيب هدوم، عشان تعرف توطي تربط الجزمه، تعرف تقفل زرار القميص. كل ده قصاد ان احنا هناخد كبسولتين 3 في اليوم. ممكن تكون تكلفه ماديه على بعض الناس، بس على المدى الطويل افيد بكتير. وبدل ما هو يجي عند سن 40 50 سنه ويبقى عامل زي واحد عنده 70 80 سنه، لا يقضيها لحد 60 70 كويس. فهو الحل بتاع الخسسان في الناس اللي مؤشر كتله الجسم فيها او BMI فيها اكتر من 35 عاده بيكون عمليه. وبعد كده بنختار ايه الافضل بالنسبه له، هل تكميم ولا مسار حسب الحاله الصحيه، ونشوف كده هو حابب دي ولا دي. مشكله العيانين دلوقتي يخش على الفيسبوك او الويب سايتس ويجي يقول لنا ايه؟ انا عايز تكميم. ايوه، ما حضرتك عايز تكميم على اي اساس؟ مش نبقى فاهمين الاول الباك جراوند ايه؟ او لا انا عايز تحويل مسار، طب برضه على اي اساس؟ فهو لازم المريض يعني يثق في الدكتور اللي هو رايح له، ويسيب له برضه نوع من انواع ان هو يقول له نعمل كده ونعمل كده على اي اساس. طب ايه المشاكل الثانيه يا دكتور اللي بتواجهك فعلا مع العيانين نتيجه الاعتقادات الخاطئه، نتيجه ان هم على اي اراء مختلفه على التواصل الاجتماعي، بتسبب لهم هلع وبتسبب لهم خوف من سواء اي جراحه بالنسبه لجراحات السمنه؟ من اكتر الحاجات اللي الناس بتبقى خايفه منها من العمليه دي ان العمليه دي الواحد ممكن يموت فيها.
فهو المريض بيبقى جاي مرعوب علشان النقطه دي، علشان هيحصل له يا تسريب يا نزيف فيموت. ليه؟ عشان هو شاف هنا بوست، شاف هنا حد كاتب، شاف هنا حد عامل. فاللي احنا عايزين نقوله ونطمن الناس ليه انه يا جماعه العمليات دي زيها زي اي عمليه في الدنيا، ليها مضاعفات بنسبه زيها زي اي عمليه في الدنيا. اهم حاجه لو انا اخترت دكتور كويس ومكان كويس، وانا اسف في الكلمه يعني بس ما استرخصتش، يعني انا حسيت انه انا هدخل اعمل عمليه كويسه مع حد كويس، فما نقلقش من القصه دي لان هي بنسبه كبيره جدا بتكون امنه. قصه الموت دي يعني احنا بنشوفها كل فين وفين بنسبه بسيطه جدا يعني اللي حضرتك ذكرتها. لان احنا دلوقتي زمان كانت الناس لسه بتتعلم، انما دلوقتي الدكاتره الشاطره كتير قوي، والدكاتره اللي عندها خبره عاليه كتير قوي، واللي عملنا العمليات دي كتير قوي. زمان كانت عمليات القلب المفتوح دي الناس بتخاف منها وتقول بيموت. دلوقتي كل شويه الناس بتخش تعمل عمليات القلب المفتوح دي عادي، بيعمل العمليه النهارده اسبوع وبيبقى بينزل الجيم يعني. فهي نفس الكلام في عمليات جراحه السمنه. الناس ما تخافش من الموضوع ده، العمليات امنه وكويسه، المهم نختار بس الناس الشاطره اللي بتعمل طبعا الكلام ده. طب بالنسبه لتكميم المسار يا دكتور، ولو المريض اتبع كل الاحتياطات ونوعيه الاكل اللي ياكلها والتزم بالرياضه، بيخس قد ايه؟ وفي فتره قد ايه؟ تكميم المعده. تكميم المعده احنا ما نقدرش نقول بيخس قد ايه بالكيلو، بس نقدر نقول يعني مثلا ممكن واحد يبقى وزنه 180 كيلو ينزل 80 كيلو بتكميم في فتره قد ايه؟ سنه مثلا. سنه او سنه ونص. هو احنا بنتوقع انه العيان متوقع ان هو ممكن يعني لو حد ينزل كميه كبيره جدا في فتره قصيره. وانا هقول لحضرتك هو احنا المفروض اول شهرين دول الجولدن بيريود، يعني دول الفتره اللي هو بيخس فيها اكتر حاجه، اسرع حاجه يعني. اسرع حاجه لحد 6 شهور طبعا. المفروض يكون خس من 60 ل 80% من الوزن اللي المفروض يخسه. ليه؟ عشان هو الجسم في الفتره دي ما بيبقاش عارف يدافع عن نفسه كويس. هو كل ما يعني طالت فترة بعد العملية ده الجسم بيقل فيها طبعا. ان هو ينقص الوزن طبعا. يعني انا يعني لما بنيجي نتكلم في الشهر الثامن مثلا بعد العملية ما بيخسش بنفس السرعة وبنفس الدرجة اللي كان بيخس بيها في الشهر الثاني. ده بيرجع ليه يعني؟ عشان الجسم بيبتدي يدافع عن نفسه. وبعدين هو بيبتدي يوصل اقرب واقرب. بمعنى ايه الجسم بيدافع عن نفسه؟ هقول لحضرتك هو الجسم ده ربنا خلقه عبارة عن ايه؟ عبارة عن خلايا لما تحس ان في حد بيكسر فيها بتدافع. على حسب بيكسر ازاي بدافع ازاي. لو انا دخل لي ميكروب بتاع برد فالجسم يعمل ايه؟ هيدافع عن نفسه. يدافع عن نفسه ويحارب ده. طب لو انا حسيت ان في حاجه بتحصل في الجسم تخليه يخس 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 يخس، لازم الجسم يبتدي ياخد اجراءات تانية تخليه ما يخسش. ودي بتحصل لناس كتير بعد الشهر الاول فعلا. يعني فتره في الشهر الاول لسه ما احنا بنقول يا هادي بسم الله يعني يخس مثلا 15 كيلو وبعدين يثبت، فبيحتاج ساعتها تدخل حد بقى تغذيه. كلينيكال نيوتريشنست بيقعد يظبط له الاكل بتاعه بحيث انه يضحك على الجسم يخليه يرجع يكمل خسسان تاني. وده يفضل يا دكتور عموما، هل يفضل ان هو لو حد عامل تكميم مسار ان هو يتابع عموما مع حد تغذيه عشان يقدر يفيده اكتر؟ لو هنتكلم في الصح هو اصلا الكلام ده بنشتغل فريق. يعني انا في شغلي طبعا. انا بشتغل فريق. يعني انا بخلص شغل وبعد ما اخلص شغل اروح باعت على الكلينيكال نيوتريشنست على طول، وقبل ما اشتغل ممكن ابعته برضه الكلينيكال نيوتريشنست يخسسه شويه كيلو او 2 أو 3 هيفرقوا معانا في الشغل. يعني كيلو او 2 أو 3 ده بكميه بسيطه بس هيفرقوا في الشغل. يفرقوا انا معايا في الشغل جوه العمليات، والكبد يخس شويه يصغر يقوم يسهل العمليه تبقى تكنيكالي اسهل. بتفرق مع يعني المريض في التخدير، تفرق مع المريض في كل حاجه. الطبيعي يفضل ان هو قبل ما يلجا اي عمليه بالنسبه لجراحه السمنه يا دكتور يحاول ان هو ينزل كميه، ينزل شويه. ده بيساعد كتير. وبعدين لما انا ابتدي خسسان بعد العمليه من وانا مثلا 140 غير اما اكون كنت 150، فلما اخس لي انا 10 كيلو قبل العمليه وبعدين بعد العمليه اخس لي 20 كيلو فيبقى انا التوتال 30 غير ما يبقى التوتال بتاعي 20 طبعا وهكذا. طب السن يا دكتور، هل السن بيبقى محدد بالنسبه لجراحه السمنه عموما؟ لان دلوقتي يعني السمنه المفرطه منتشره عموما سواء صغيرين او كبار. سؤال حلو. ومش ناس كتير عارفه الاجابه بتاعته. يعني لو احنا هنتكلم على الدراسات
الدراسات بتقول ان هو من سن 18 لسن 65 سنه. دي الفتره اللي احنا ممكن نعمل فيها العمليه بطريقه امنه. اقل من كده مش مستحب، واكتر من كده نخاف يحصل مضاعفات فالجسم ما يستحملش المضاعفات دي. طب هل ممكن واحد عنده 70 سنه يعمل عمليه؟ ممكن، بس هي اكيد في احتياطات حسب الحاله الصحيه بقى بتاعته. الدكتور طبعا هو اللي يقدر يقيم ويقرر يتعمل له ولا لا. طب هل في حد اصغر من 18 سنه ممكن يتعمل له العمليه؟ برضه، بس ترجع برضه للدكتور هو اللي يقول ينفع يتعمل له العمليه ما ينفعش تعمل له العمليه على حسب تقييم الحاله. انما لو احنا بنتكلم يعني بالارقام كده من 18 ل 65. طب ونسبه النجاح بالنسبه لتكميم المعده يا دكتور وصلت لقد ايه دلوقتي؟ على حسب هنقيس النجاح بايه. هل هنقيس النجاح انه ما حصلوش مضاعفات؟ فلو قلنا ما حصلوش مضاعفات يبقى بنسبه 98%. لو قسنا النجاح بالخسيه خس ولا لا، فبنسبه 60 ل 70% هيخس للوزن اللي هو متوقع. لو حد عمل تكميم مسار وما التزمش بالاحتياطات والمعده رجعت كبرت مره ثانيه، يعني يقدر يعمل عمليه مره ثانيه ولا يختار عمليه ثانيه بقى، يعني تحويل مسار مثلا؟ ما هو لو عمل تكميم معده عاده لو هو لو معدته كبرت تاني طبعا على حسب شكلها كبر ازاي وده بيختلف يا دكتور، يعني بنعمل له ساعتها اشعه. لا انا قصدي في مده معينه من خلالها فعلا المعده هتكبر لو المريض ده بياكل بقى براحته. عاده ما بيحصلش في الاول، يعني ما بيحصلش في الاول اكيد. هو بعد سنه يبتدي الكلام ده يحصل، يعني لان الناس بتخاف انه بعد شهر من العمليه المعده تكون كبرت. فده ما بيحصلش، المعده بعديها بفتره لسه بياخد وقت طبعا. فهو بيعرف منين؟ بيعرف ان هو ابتدى ياكل زياده وابتدى يدخن، فده ممكن يكون مؤشر ان هو معدته كبرت. بنعمل ايه؟ ممكن ندخل نصغر المعده تاني، ان احنا نعمل تكميم تاني نفس نوع العمليه التكميم. بس ده مش مستحب قوي. هو المستحب اكتر ان احنا نعمل تحويل مسار على طول، ده بيكون امن واحسن. مش هتكبر بقى المعده مره تانية خلاص. وارد انها تكبر، اللي خلاها حتى لا تحويل المسار اللي يكبرها اول مره يكبرها تاني مره فعلا، يعني حتى تحويل المسار تبقى معرضه هو لو ما التزمش بالتعليمات يعني. طب ايه هو تحويل مسار سريعا يا دكتور؟ تحويل المسار ده ان احنا بناخد جزء من المعده زي جيب صغير كده، وبعدين نقصه نفصله خالص من المعده، فبتبقى المعده دي مقفوله خالص ما بيعديش عليها الاكل، بيعدي في الجيب ده بس. طب لما بيدخل الجيب ده هينزل على المصارين ازاي؟ بنروح جايبين المصارين من تحت موصلينها في الجيب، نفتحها على الجيب فيبقى بيعدي على المصارين على طول. بس اول حته من المصارين، اول 2 متر من المصارين دول ما بنعديش عليهم الاكل خالص نهائي خالص. فده معناه ايه؟ معناه ان الاكل اللي كان بينزل في المعده وبعدين في الاثنى عشر وبعدين الامعاء اللي هي المصارين، يعني المسار الطبيعي اللي نزول ما بقاش بيعدي على الحته دي، فما بقاش بيمتص. بقى بيدخل من بعد الحته. عارفه لما يبقى عندك سكه مقفوله، شارع مقفول، فتروح انت داخله من شارع جانبي كده عشان تعدي الحته أيوه. الحته دي، هو نفس ده اللي احنا بنعمله بالظبط، بندخله من حته كده بحيث عشان كده اسمها تحويل مسار. غيرت تحويل مسار الاكل كله بالظبط. بس ده ما يعني ملوش اثار سلبيه او احنا قلنا اللي هي الامتصاص، يقل امتصاص الاملاح ويقل امتصاص حاجات ثانيه، يقل امتصاص الحاجات دي ويخلينا نضطر ان احنا نديها له فيتامين نعوضها طبعا. طب حضرتك قلت ان هي بتتعمل جيب والجزء اللي اتقطع منه الجيب ده بيفضل في الجسم؟ بيفضل في الجسم. وده ناس بتبقى خايفه فيها عن التكميم. ميزه في ايه ده؟ في ناس ممكن تبقى تقول ان هي خايفه ان هو الجزء ده يعفن. صح، ده في ناس كتير بتخاف من الكلام ده. هو حضرتك الناس التكميم تيجي تقولي له انا هقص المعده دي واطلعها بره الجسم، يقول لك تاخدي حته مني ليه؟ ايوه خلاص اتشالت. هو بيرفض التكميم عشان ما تاخديش حته منه بره الجسم. تحويل المسار المصغر دي فيها ميزه ان ممكن لو العيان مش حابب او مش عايز او حصل له مشاكل بعد العمليه ممكن نرجعها تاني. نرجع نوصل المعده ببعضها تاني ونرجع نخلي المصارين زي ما كانت تاني. ده تحويل مسار؟ تحويل مسار مصغر. ممكن لو نرجعها تاني. نرجعها زي ما كانت يعني. وده بتبقى حاجه بسيطه ان هي بس تتعمل. بس ده ما بيحصلش بنسبه كبيره، ده بنسبه كبيره جدا ما بيحصلش الكلام ده. ولو لو محتاجين نعمل كده ليه؟ بنلجأ ليها امتى؟ لو يعني مشاكل معينه او مضاعفات معينه لما بتحصل بنعمل الكلام ده. انما اللي عايزين نفهمه للناس برضو ان المعده اللي جوه بتفضل شغاله ما بتموتش وبتفضل يعني الجزء اللي انفصل ده ناس كتير عملت الكلام ده وعايشه بيه وكويسه جدا.
بس ملهاش اي وظائف يعني بتفرز بقى هرموناتها وحاجتها زي ما هي براحتها خالص. الوظيفه ما عدا ان هي ما بيعديش عليها لا الاكل. تمتص. انما اي حاجه تانية بتعملها زي ما كان. انما هي ما بتمتصش الاكل بس. اللي بيمتص الاكل بقى اللي هو الجزء المصارين اللي بينزل عليها الاكل على طول. وبعدين من ميزاتها كمان انه احنا بنعتبرها ميزه كدكاتره، انما العيان بيعتبرها عيب. ان هو لو العيان خد حاجه مسكره كتير بيدوخ ويقع في الارض. ليه؟ علشان بتنزل على طول على المصارين. هو زمان لما كانت معدته بينزل عليها الحاجه المسكره كانت المعده دي تقلل التركيز بتاعها شويه وبعدين تنزلها على المصارين حبه حبه، ما كانش بيدوخ. انما اللي بيحصل لما يعمل تحويل مسار ان هو لما ياخد السكر الكتير ينزل على المصارين على طول، يقوم يطلع انسولين كتير يقوم يدوخ. طب احنا ليه بنقول الكلام ده؟ عشان هو ده السبب اللي بيخلينا في الناس اللي بياكلوا سكريات نعمل لهم تحويل مسار، عشان غصب عنه ما ياكلش سكريات وما ياخدش سعرات. ده انت يعني ممكن عند ان هو مش قادر يبطل ان هو سكريات فياخدها. مش قادر يبطل سكريات ازاي فياخدها؟ لا مش ما هو لو خد السكريات هيتعب، فهو ما بيعرفش ياخد سكريات. ليه؟ عشان عمل العمليه. انما هو طول ما هو مش عامل عمليه او عامل تكميم مش هيحصل له الكلام ده، فهياخد سكريات براحته. بس ده ما يمنعش ان هو ياخد السكريات يا دكتور. لا هو بياخد سكريات بس كنترول يعني بنسب معينه، ويبقى عارف انه ايه يعني مثلا هو كان متعود ياكل بارين شوكولاته بالليل، هياكل قطعه، هياكل شوكولاته بس هياكل قطعه. هو في الحالة دي حتى الكمية الصغيرة دي لو هو فعلا بياكل كميات كبيرة قبل كده بحلويات أو سكريات هيبقى مكتفي؟ يعني مش هيحس بأن هو لا محتاج أكتر، معوضش الكمية اللي كان بياخدها قبل كده، فبالتالي جسمه هيبقى ليه رد فعل مختلف؟ خليني أقول لحضرتك في الموضوع ده على حاجة لاحظناها في الناس اللي بيعملوا عمليات جراحة سمنة. تغير نفسي من ناحيتين. هيبقى متعصب متضايق. الناحيه الاولانيه ان في جزء كبير من العيانين ممكن يجي لهم اكتئاب. فاحنا نفكر كده ازاي اكتئاب؟ ده انت بتخس وفي حياتك هتتحسن، ازاي يجي لك اكتئاب؟ بيجي له اكتئاب ويبتدي يتعالج من الاكتئاب بعد العمليه. بس الجزء ده علاجه سهل وبيبقى حاجه ترانزيانت، يعني حاجه تيجي وتعدي على طول تروح. الجزء الثاني التغير النفسي ان هو ممكن حاجه يبقى كان بيحبها جدا قبل العمليه، بعد العمليه خلاص يبص لها كده ما يرضاش بيتقبلها عموما. يعني في ناس بتحب البيبسي جدا، المشروبات الغازيه. تقولي له بعد العمليه البيبسي اهو مش عايز، بيتعبني. دكتور بشكرك لوجودك معانا، للاسف وقتنا خلص. استمتعت بلقائي مع حضرتك، شكرا ليك جدا وشرفتنا. ثانك يو، شكرا جزيلا. مشاهدينا اتمنى تكون الحلقه استفدتوا منها. استنونا كل يوم الساعه 2 ل 3 والاعاده ثاني يوم 7 صباحا، يوم جديد وحلقه جديده ولايف كلينيك.